السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ انا هشام من قناة هشام جيمنج. النهاردة يا شباب هنلعب مع بعض اول جيم في التحديث الجديد في ببجي موبايل، التحديث رقم 3.2 وهو مود الآليين. بالنسبة للطيارة وهي داخلة بالشكل ده كان تحفة بمعنى الكلمة، وشكل جديد وجميل، بس صدمني لما اختفت. يعني لو كانوا خلوها بدل شكل الطيارة التقليدي كان هيكون أجمل وأحسن بكتير. المود ده فيه كذا حاجة، هنشرح أول حاجة وهي البطاقات، وهما 3 بطاقات. أول بطاقة هي بطاقة العودة، وفايدتها إنك لما بتتفنش تقدر ترجع تاني. والبطاقة التانية هي بطاقة أو جهاز الإنعاش الشخصي، والجهاز ده فايدته إنك لما بتتنوك تقدر تعالج نفسك. والبطاقة التالتة هي إشارة عودة الظهور، وفايدتها إنك لما بتتفنش وصاحبك معاه البطاقة دي يقدر يرجعك تاني للجيم. تاني حاجة في التحديث ده وهو المسدس المغناطيسي، وفايدته انك تقدر تحرك اي صخرة في الارض، وكمان تقدر تشيل اصحابك تتحكم فيهم، وكمان تقدر تتحكم في الخصم وترميه بعيد ويتنوك. تالت حاجة في التحديث ده وهو الانسان الآلي، وهو ده اسوأ حاجة في التحديث العقيم ده، عشان كمان تقدر تتحكم بخصمك وترميه بعيد زي المسدس. بصوا على المسخرة اللي حصلت معايا هنا يا راجل. وكمان يرمي صواريخ وبيفجر عربيات، وكمان بيدوس على اي حد ماشي على رجله. يعني من الاخر كده اللي هيستمتع بيه هو اللي راكب الانسان الآلي ده وبيلعب بيه، اما الخصم هيتخنق منه جدا يعني. رابع حاجة وهو ده اروع حاجة في التحديث وهو الجيت باك، وجماله انك تقدر تطير بيه وتتحرك بيه في اي مكان في الخريطة، وكمان من غير بنزين. والحلو فيه انه سريع، يعني تقدر تناور بيه وتطلع اسطح البيوت وتاخد رأي حلو على الخصم. ده كان كل حاجة بشكل مختصر كده عن التحديث ده. هو بصراحة تحديث ما عجبنيش، بس حبيت بس ان انا اشرحه، ولعبنا مع بعض جيم بلاي. تعال نشوفه مع بعض. يلا بينا يلا بينا. أيوة الله ينور عليك. اشمعنى؟ الدنيا هنا حلوة شوية. طب أنا عايز سلاح. هو أكيد في ناس فوق. تعالى معايا كده. طب ازاي ده ما وقعش مني؟ ما بيموتش. قال لي ده طيب حد جابني مش قال لك عارف. لا. عاش صحي، عاش عليك. انا وقت واحد تحت بس في انسان قال له في حد ورا، يعني مش عارف بيجي منين ولا بيضرب من فوق، مش عارف. افتح معاك يا كابوس. هتلاقيه من فوق. اطلع يلا ده هو. وانت نوب. مش عارف حاجة يا جدعان، أنا تايه في البتاع دي. معلش حاول تحفظها بس. طب بتلعب أنت كمان؟ يا عم وإيه ده؟ مفيش حد هنا خالص. هنا تعالى هنا اهو. اوكي. ايه ده بوت ده ولا ايه؟ ده بوت. هذا الواحد ها؟ من 4. تحت ده. عاش. الواد الانسان اللي قال لي تحت اهو. عاش يا رجال. خلاص كده. اللي بالك على السطح فوق برضه. لا Watch ده هنا. out! Watch out! خلاص. طب احنا أنا عايز أعرف إيه نهاية إيه الحوارات دي؟ ايه يا اسطى حاول تفهم البتاع بس، دي الفكرة يعني. دوت خد الجيت باك.
خد الجيت باك ده ضروري ها، يخليك تطير كده وتلعب حركات. تعال بص كده في جهاز الانعاش الشخصي، تعال شوفه. في هنا جهاز الانعاش الشخصي، في ناس نزلت. في ناس في ناس. حد يوصل. تمام. كل واحد ياخد بطاقة، وفي بتاع دايرة اهي حمرا اهي، خدتها خضرا قصدي. إشارة عودة الظهور. انا باخد معاك. خد في عربية خلي بالك. تقطيع، انا بيقطع معايا. جبته عاش عليك يا اسطى، وحش. النوت عاش. عربية. يا ابني سيبه يا ابني، يا ابني مش بضربه يا ابني. يا اسطى انت ما تهتوش يا اسطى، ركن قدام. ما تسيبه يا اسطى، هجيبه يا اسطى. عاش يا اسطى، حرامي كلات يا اسطى. I got عايزين ناخد الجيم ده يا جدعان. ممكن watch نعدي. out! Watch out! طيب الواد ده بيطير ازاي؟ يا عم طير اقول ايه، في بتاع كده بتطلعك لفوق. انا يعتبر في الدور الثاني ها. يلا الواد فين، في التالت ولا في التاني؟ فوق في ناس جات. لا الواد عندي. انا جبت واحد. طب انت يا استاذ هو مين اللي عمل بتاع الحمرا ده يا جدعان؟ الناس نزلوا عليهم تاني؟ يا اسطى على طول يا عم. ده انا معايا لوت، ايه ده، انا نهار اسود. انزلوا عليكم يا شباب ولا بعيد شويه؟ لا يا انت هو يلا. اه خلاص مش فل. ابلع يلا، ابلع يلا، ابلع يلا. في سموك بره يا جدعان. بالتالي احنا روقنا على المكان ده يا اسطى، عاش والله، والله عاش. يلا دي هيجيبني ها. جبته. ده الانسان اللي قال لي ده؟ لسه اللسان اللي قال لي اتفجر. هات الواد بقى. واحد تحتنا يا جدعان. احنا فين؟ Watch out! Watch out! الله لقطة.
سجل اللقطة دي يا اسطى في السي في بتاعي يا اسطى. ايه جبته وهو بيطير يا اسطى. خش خد. I got supplies. I got supplies. فاضل واحد. هو اللي هناك اللي انا جبته ده اللي انا بتكلم عنه. ايه كان قدام كده على ال 260 بس اتحرك. بيطير بالجيت باك. طب اديني اي حاجه كده عليه. اقول عايز ايه؟ قول. اديني انمي عليه ولا حاجه. لا ما هو طار مش عارف هو فين. اهو هناك اهو. Watch out. Watch out. يلا جابوه بقى. قريب اللقطة بالعمر ده. عاش بيعالج نفسه. بص بيعالج نفسه هنا. عاش سيبه يعالج نفسه يلعبه شويه. عاش. وده أول فوز في التحديث الجديد مع أول لقطة تاريخية. بالنسبة لي التحديث كان كويس بنسبة 70%. يا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات في التحديث ده. أشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك الجميل وتفعيل زر الجرس. كان معكم هشام جيمنج، مع السلامة.